السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع أخبار ريال مدريد. اليوم 6/8/2025 الأربعاء، ولكن لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويا رب فرج عن إخواننا في غزة يا رب العالمين. وما تنسوش تعملوا لايك كمان الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم أخبار الريال يوميا. قرار ريال مدريد النهائي بشأن مستقبل غونزالو غارسيا. كشف الصحفي خوسيه فيليكس دياز عن قرار ريال مدريد النهائي بشأن لاعبه غونزالو غارسيا. الريال قرر الاحتفاظ بغونزالو غارسيا بين صفوفه وعدم بيعه أو إعارته هذا الصيف. غونزالو غارسيا صاحب 21 عام باقي في ريال مدريد تحت قيادة ألونسو، وسيوقع على عقد جديد مع النادي الأبيض في وقت قريب. يعتقد الريال أنه وجد لاعبا قد يكون مهما في تشكيلته ويحظى بثقة تامة ودعم من تشابي ألونسو. التشكيلة التي سيخوض بها ريال مدريد مباراته الأولى بالليغا الإسبانية. بدأ الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني للريال وضع ملامح تشكيلته الأساسية التي سيخوض بها مواجهة أوساسونا في افتتاح الدوري الإسباني يوم 19 أغسطس الجاري. وأظهرت الحصص التدريبية الأخيرة اتجاه ألونسو للاعتماد على خطة 4-4-2، مستبعدا خيار اللعب بثلاث مدافعين في ظل غياب الألماني أنطونيو روديغر بداعي الإيقاف. ويتوقع أن تضم التشكيلة الأساسية كل من في حراسة المرمى تيبو كورتوا، في خط الدفاع ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، وديان هويسين، ألفارو كاريراس، وفي خط الوسط أورلين تشاوميني، فيدي فالفيردي، وأردا غولر، إبراهيم دياز. في خط الهجوم هيكون فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، مع بقاء رودريغو وغونزالو غارسيا وإندريك كأوراق هجومية بديلة. التوزيع الكامل لقائمة ريال مدريد في الموسم الجديد بعد أن استأنف ريال مدريد تدريبه تحت إشراف المدرب الجديد تشابي ألونسو من أجل التجهيز والاستعداد لغمار الموسم الجديد الذي يريد أن ينتهي بالصعود لإحدى المنصات الكبيرة. حتى الآن وبعد التعاقدات الصيفية التي قام بها ريال مدريد وقبل البت النهائي في مصير عدد من اللاعبين، يتوفر الفريق على 25 لاعبا مقيدين في رابطة الليغا. التوزيع الكامل لريال مدريد يضم حارسين و10 مدافعين وستة لاعبي وسط وسبع مهاجمين، بمعدل لاعبين اثنين في على الأقل في كل مركز. هدف فينيسيوس من طلبه تقاضي أعلى راتب في ريال مدريد. يصر المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور على تقاضي أعلى راتب في الفريق، الموافقة على تمديد عقده مع ريال مدريد وتفادي رحيله بالمجان الذي سيكون ضربة موجعة لإدارة الرئيس فلورنتينو بيريز. فينيسيوس لا يريد تقاضي أعلى راتب من أجل الحصول على مكاسب مالية إضافية، بل من أجل تعزيز مكانته في الفريق بعدما كان له تأثير كبير على النتائج الجيدة التي حققها منذ انضمامه إليه بعد فوزه بثنائية الدوري ودوري أبطال أوروبا مرتين في 2022 و24. المهاجم البرازيلي يشعر بالظلم بعد تعاقد النادي مع كيليان مبابي ومنحه أعلى راتب مباشرة، رغم أنه لم يساهم في تحقيق أي لقب كبير في وقت ساهم هو في حرز الكثير من الألقاب ويقضي مع النادي موسمه السابع، وما جعله يشترط الحصول على أعلى راتب من أجل تمديد عقده. الراتب الأعلى في الفريق سيحفز فيني على الاستمرار مع النادي الملكي وسيجعله يشعر بأنه يتقاضى راتبا يضاهي مكانته ويوازي ما قدمه للفريق منذ انضمامه إليه، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من التتويج بجائزة الكرة الذهبية نسخة العام 2024. رودريغو الخيار الأول لتوتنهام لتعويض سون. كشفت إذاعة كادينا سير أن نادي توتنهام وضع البرازيلي رودريغو غوس كخيار أول لتعويض الكوري الجنوبي سون هيونج مين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأضاف المصدر أن إدارة النادي الإنجليزي تدرس التقدم بعرض رسمي تبلغ قيمته 60 مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز من أجل إقناع ريال مدريد بالتخلي عن خدمات المهاجم البرازيلي. أول الاختبارات الصعبة لألونسو مع ريال مدريد. سلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على أول اختبار حقيقي لتشابي ألونسو مع ريال مدريد. ألونسو يحاول تعويض النقص في تشكيلته عبر لاعبين متعددي الأدوار، لكن ضيق الوقت وميزانية الصيف التي تجاوزت 170 مليون يورو إضافة لاكتمال قائمة الفريق تصعب مهمته.
ألونسو إذا نجح في اجتياز هذا الاختبار سيرسخ مكانته كواحد من أفضل المدربين الشباب في أوروبا، وسيعلن بداية حقيقية بشكل رسمي مع النادي الأبيض. ريال مدريد مستمر في رحلة البحث عن خليفة توني كروس. يواصل ريال مدريد رحلة البحث عن متوسط ميدان بنفس المواصفات التي كان يمتلكها الألماني توني كروس الذي أعلن اعتزاله صيف 24، تاركا وراءه فراغا رهيبا لم ينجح لا كارلو أنشيلوتي ولا خليفته تشابي ألونسو في تعويضه حتى الآن. تقرير لصحيفة آس قال إن مارتن زومبيندي كان الخيار الأول للمدرب تشابي ألونسو كخليفة لكروس قبل انتقاله إلى أرسنال، ثم كان التفكير في رودري غير أن سنه ومغالاة ناديه مانشستر سيتي في بيعه حال دون استمرار الرهان عليه. الصحيفة قالت إن ريال مدريد يرفض انتداب أي لاعب لا يستجيب للمعايير التي يريدها المدرب، لذلك أخرج من حساباته أسماء مثل إنزو فرنانديز وفيتينيا وآخرين. أمام هذه المعطيات يحاول المدرب ألونسو الاعتماد مؤقتا على العناصر المتاحة في الفريق، والرهان سيكون على الفرنسي أورلين شاوميني لحين إيجاد كروس جديد. ما الخيارات المتبقية أمام ريال مدريد بعد رفض تأجيل مباراته ضد أوساسونا؟ بعد أن استنفذ جميع السبل القانونية المتاحة ضمن نطاق الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يتجه ريال مدريد إلى محكمة التحكيم الرياضي CAS التابعة للمجلس الأعلى للرياضة لتقديم طلب جديد لتأجيل مباراته أمام أوساسونا المقررة يوم 19 أغسطس. وبحسب صحيفة آس الإسبانية يحظى موقف ريال مدريد بدعم نادي أوساسونا الذي عبر بدوره عن اعتراضه من خلال عدة طعون رسمية، ما يعكس اتفاق الطرفين على عدم ملائمة موعد المباراة. وفي حال رفضت محكمة التحكيم الرياضي طلب التأجيل فلن يتبقى أمام النادي الملكي سوى اللجوء إلى المحاكم الإدارية العادية كخيار أخير، رغم إدراكه المسبق أن الطعون قد لا تجدي نفعا. أقر ريال مدريد ضمنيا بأن الفريق سيلعب في الموعد المحدد لأنه سيواصل تحركاته القانونية للدفاع عن موقفه، مؤكدا على ضرورة احترام فترة الراحة المنصوص عليها في اتفاقية اللاعبين بعد مشاركته في كأس العالم للأندية. الجدير بالذكر أن الوطنية للاستئناف رفضت طلب ريال مدريد لإعادة جدولة موعد مباراته ضد أوساسونا. أجمل خبر للريال بعد مرانه الأول تحضيرا للموسم الجديد. كشف الصحفي ألبرتو بيريرو عن الخبر الأجمل للريال بعد مرانه. ألبرتو قال خلال تصريح له عبر إذاعة أوندا ثيرو التالي: ديفيد ألابا أكمل تدريبات اليوم الأول بدون استخدام أي نوع من الضمادات، هي إشارة منه إلى جاهزية اللاعب وعدم معاناته من أي إصابة بعد موسم كارثي غاب عن معظمه نتيجة الإصابات المتكررة. ميزة ألونسو التي لم يكن يتمتع بها أنشيلوتي. أوضح الصحفي ألبرتو لوبيز ميزة المدرب تشابي ألونسو التي لم يكن يتمتع بها كارلو أنشيلوتي. لوبيز قال خلال تصريحات له عبر إذاعة أوندا ثيرو: ألونسو يقوم بالتدوير بين اللاعبين أكثر من أنشيلوتي، لقد أظهر تشابي ذلك سواء مع باير ليفركوزن أو حتى مع الريال في كأس العالم للأندية. الأمر المؤكد حسب مختلف النقاد أن أسلوب المدورة له فوائد عديدة، ومن أبرزها تجنب الإصابات أو الإرهاق دون نسيان نقطة مهمة للغاية، وهي الاستفادة من كل لاعب في الفريق وعدم تهميش أحد في دكة البدلاء. في الختام ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتنا وفعلوا جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل يوم ملخص أخبار ريال مدريد، واشوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.